السالفة المواطن كويتي عنده كفالة لواحد من اخواننا البنغال، فهو كافل هالبنغالي تقريبا 5 سنوات. الكفالة طبعا مدتها 2 سنين وتتجدد حسب اتفاق الكافل والمكفول. طبعا كل 2 سنين يدفع البنغالي حق المواطن تقريبا 600 أو 700 دينار. كفله 2 سنين الأوليات وبعدين 2 سنين الثانيات، وبعدين طلب البنغالي 1 سنة قال راح اشتغل فيها وبعدين بابا أنا راح أسافر. وافق المواطن انه يكفل البنغالي لمدة 1 سنة، مع ان المواطن طماع كان يبي 2 سنين عشان ياخذ زيادة فلوس، بس قال خلاص 1 سنة نص الفلوس. البنغالي خلال ال5 سنوات جاب زوجته وجاب ولده عشان يساعدونه في الشغل والمعيشة. البنغالي مات اثناء السنة الاخيرة اللي كان بيقعد فيه، 5 سنة. المهم ولد البنغالي راح حق الكفيل في بيته وقال له ترى ابوي مات واحنا نبي منك الاذن بما انك انت الكفيل تجهز الاوراق وتخلصها عشان ندفن ابوي. هني كانت الصدمه ان الكفيل قال حق الولد ما عندي مشكله انا اوقع الاوراق بس اعطوني فلوس. فقال الولد بابا ليش نعطيك فلوس؟ خلاص بابا كبير موت. رفض الكفيل وقال حبيبي تعطيني 700 دينار اوقع الاوراق الدفن، ما تعطيني 700 دينار قعد ابوك في الثلاجه. البنغالي اللي توفى كان يشتغل شغله العصر، يعني شغله ثانيه غير شغلته الرئيسيه، فكان ينظف واحده من المساجد ينظفها. المهم ولد البنغالي هذا راح حق الامام وقال حق الامام السالفه كامله، قوم يا الامام وخذ مجموعه من المصلين الناس الخيره اللي بالمسجد وروحوا انصوا هالكفيل. حاولوا بالكفيل يا ابن الحلال غير بدل، يا ابن الحلال الرجال صار له يومين بالثلاجه، ما يجوز تعجيل دفن الميت من السنه، ما يجوز خالف السنه. الكفيل كنا لان شوي قال خلاص دام جيتكم هذه يبقى ما ابي 700، اعطوني بس 400 دينار. بتعطوني 400 حياكم والله، ما تبون تعطوني خلوا رفيجكم ناقع بالثلاجه. جزاهم الله خير الامام والمصلين، تحاططوا وجمعوا ال 400 دينار وعطوها الكفيل ووقع اوراق الدفن ودفنوا البنغالي. الان يبدا حق الله عليه. اللي بقوله الحين الله سبحانه وتعالى شاهد علي اني ما زدت في حرف. الكفيل هذا متزوج وعنده ولد وبنت. بنته توها داشه الجامعه وهو فرحان فيها بانها توها داشه الجامعه ومتعلمه السواقه، فتسوق سياره على الخفيف. سوت حادث اصيبت بشلل، شل الاربع اطراف اللي تتحرك فيهم، وهي بنت ورده تو عمرها 18 ونص او 19. هالبنت هذه هي شعرت قلب ابوها، وانتم تعرفون غلات اي بنت عند الابو تكون دائما غير، فما بالكم ان هالبنت الوحيده له. شوفوا ايش صار فيه. ولد الكفيل ايضا اصيب حادث سيكل، انعطبت القدم اليمنى كامله، يعني تخيلوا رافع رجله من غير قدم. الله سبحانه وتعالى لديه عقابين، عقاب في الدنيا وعقاب في الاخره. الرجل هذا ما سهل على ميت انه يندفن، وغير هذا وذاك اليتيم له مقام كبير عند الله سبحانه وتعالى، فما بالكم بهاليتيم ولد البنغالي اللي انغبن ما ندري شنو دعا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار من كان هينا لينا سهلا، اللي يكون هين ولين بالتعامل مع الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى يحب الهين اللين السهل، لذلك كونوا هينين ولينين بالتعامل مع الناس، لا تغبنون الناس تخلون فيهم حقد عليكم. بتقولي يا ساري والله أنا أتعامل بهون مع الناس، لكن الناس اللي ترد علي بشيء بقول لكم أنا شلون تعاملوا معاهم. الله سبحانه وتعالى معطي كل إنسان حق الله عليك. أنت اعمل حق الله عليك في التعامل اللين مع الناس، وإذا هم ما ردوا عليك بهون ولا تعاملوا معاك بهون فهم لم يعملوا حق الله عليهم فيك أنت. اتركهم في مواجهة الله سبحانه وتعالى وهو كفيل فيهم. أخيرا الشخص من غير أخلاق هو لا يسوى. تعاملك مع البشر اعتبره تعامل مع الله سبحانه وتعالى، والله لن يضيع لك عملا.